لو ناوي تقضي العيد كله خروجات استنى اسمعني بس. عارفة ان كلنا بنبقى عايزين ان احنا نخرج ونقعد مع اصحابنا وكمان نقعد مع اهلنا، وده الطبيعي جدا لان العيد احنا بنستناه من السنة للسنة. بس المشكلة ان اغلب الكليات بيكون عندها ميد ترم بعد العيد على طول، وفي ناس بتتعامل مع الميد ترم ان هو مش مهم او ان هو درجاته قليلة، بس للاسف الميد ترم مهم جدا. حتى لو درجاته قليلة بيساعدك جدا ساعة الفاينل، وده مش من كلامي بس، ده من كلام الدكاترة. بيقولوا لنا ان انتوا لو مثلا قفلتوا الميد ترم او ان انتوا غلطتوا في حاجات بسيطة جدا ده بيساعدكم ساعة الفاينل، بيديكوا إتاحية إن انتوا تغلطوا في حاجة بعد كده إن هو كمان ما يأثرش على التقدير بتاعكم. فبالرغم من إن هو درجاته قليلة جدا بس مهم جدا. فالفكرة مش إنك تقضي الأسبوع كله مذاكرة ولا تقضيه كله خروجات، برضو انت ممكن مثلا تعمل ايه؟ أول يوم أو يومين تبدأ إن انت تخرج فيهم زي ما انت عايز، تعمل فيهم أي حاجة انت عايزها. تعالى باقي الأسبوع قسم وقتك، يعني انت مثلا لو هتخرج الصبح يبقى انت تذاكر بالليل، لو انت هتخرج بالليل يبقى تذاكر الصبح، وهكذا. وبعد كده بتقسم المواد على الأيام. انا بصراحه ما بحبش ان مثلا بالذات في الوقت اللي انا بكون مضغوطه فيه ان انا اقسم المواد على الايام، اللي هو مثلا ايه، بطريقه ان انا كل يوم اخد شابترين من ماده وشابترين من ماده تانية. لا، بحب ان انا في اليوم اخد الماده كلها على بعضها بكون خلصت منها. يعني مثلا لو عندي 5 ايام فانا اخد كل يوم ماده، يبقى عندي ال5 ايام ب5 مواد، بحيث ان انا كل يوم اخلص ماده معينه واسيب مثلا ممكن حاجات بسيطه او كام سؤال ما حلتوش احله بس ساعه الامتحان. دي طريقه كانت بتريحني. في ناس مثلا الطريقه دي ما تريحهاش وتقوم ان هي مثلا واخدة شابترين من كل مادة أو نص مادة في اليوم مع نص مادة تانية، عادي على حسب انت بتذاكر ازاي. بس وقت الضغط أنا بحب الطريقة دي صراحة. في الأسبوع ده هتكون إن أنت خرجت واتبسطت برضو، لأن هو عيد وبيجي كل سنة، وفي نفس الوقت إن أنت ذاكرت وجهزت للميد ترم، ما تكونش أنت مضغوط بس وتيجي تلم المادة ساعة الامتحان، لأن امتحانات الميد ترم بتكون كل يوم. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، واستنى الفيديو الجاي، واكتبوا لي في الكومنتس لو عندكم اي اسئله، وكل سنه وانتم طيبين.